موضوع دونجا والزمالك، اتحاد الكوره. الزمالك عارف من السنه اللي فاتت ان اللاعيبه بتوعه مش ليهم سفر ومتغرمين 20,000 جنيه وموقوفين 4 مباريات. الزمالك طلع تسريبات الايام اللي فاتت اني من الاتحاد المصري، طلع تسريبات من الاتحاد المصري ان مفيش عقوبات، مفيش غرامه، مفيش حاجه خالص. فالزمالك راح باعت استفسار للاتحاد المصري: هل دونجا موقوف ولا لا؟ هل دونجا ليه سفر ولا لا؟ الاتحاد المصري اتاخر في الرد. عرفنا بعد كده ان القرار كان ضايع، مش عارف، تقريبا كان محطوط في درج ولا ايه، انا مش عارف. المهم، هم لقوا القرار والتقرير بتاع كاس السوبر اللي كان ما بين الزمالك وبيراميدز. الاتحاد المصري اجتمع مع موظفين لجنة المسابقات وموظفين الاتحاد المصري، اجتمع بيهم وسألهم 4 أسئلة. أول سؤال: هل في عقوبة تم توقيعها على ثلاثي الزمالك؟ كانت الإجابة نعم، القرار صدر من لجنة المسابقات. السؤال الثاني: هل تم إبلاغ الزمالك بقرار الاتحاد ولجنة المسابقات بإيقاف ثلاثي الزمالك 4 مباريات وتغريم 20,000 جنيه؟ كانت الإجابة نعم. السؤال الثالث: متى تم الإبلاغ؟ الإجابة 31 أكتوبر اللي فات. السؤال الرابع: كيف تم إرسال العقوبة لنادي الزمالك؟ هل عن طريق خطاب رسمي؟ الإجابة كانت لا، تم الإرسال عن طريق إيميل مبعوث على اسم أحمد إبراهيم المدير الإداري في نادي الزمالك. هذا الإيميل هو المعتمد لدينا ومعتمد لدى المحكمة الرياضية الدولية. خلصنا كده الموضوع، ندخل على نادي الزمالك. انت عارف وانا عارف ان انت اللعيبة بتوعك موقوفين ومتغرمين من السنة اللي فاتت. بتعمل ايه؟ انت عاوز تعمل ايه؟ طيب انت طبعا عاوز تعمل كالآتي: عاوز تعمل بالونة اختبار للجماهير بتاعتك، بالونة انسحاب، هتشوف جماهيرك هل هم هيروحوا معاك في الحتة دي ولا لا. طبعا انت خبطتين في الراس بتوجع، وانت ما بالك بقى انت مخبوط كذا خبطة: خبطة ارض اكتوبر، خبطة الافلاس، خبطة الكابتن تامر عبد الحميد، خبطة خسارتك من الاهلي في الدوري المصري، والخبطة ديت في السوبر. وانت عارف وانا عارف لو انت خسرت السوبر وانت عارف انك هتخسر، انت عارف انك هتخسر، فانت لو خسرت السوبر فانت خلاص دي النهاية. فانت عاوز تعمل بالونة اختبار. انا النادي اللي محافظ على الكرامة، انا النادي اللي محافظ على الكرامة، انا النادي اللي محافظ على تكافؤ الفرص. طلع بالونة فيها الكلام ده بقى عشان الجماهير تصدق وتمشي معاك. ارحمونا لوجه الله.